الله قلت ربي أنت الإله الواحد بالوجود على وجودك شاهد يا من له عنك الوجود بأسرها رهبا كائنات الواحد. صلي وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الإخوة الكرام، مجموعة مصعب بن عمير، نرحب بكم في هذا اللقاء الطيب. نرحب بأستاذنا ومننا الأستاذ محمد عبد المنعم. نبدأ اللقاء يعرفنا بنفسه ثم نكمل التعارف ثم نفتح المجال للأستاذ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم الله محمد عبد المنعم، مواليد الإسكندرية عام 1900. مولدي الحقيقي يوم تعرفت على هذه الدعوة المباركة عام 1950. أحمل ليسانس الآداب قسم التاريخ من جامعة الإسكندرية. أهلا وسهلا، يا مرحبا، بركة بركة، ما شاء الله، ربنا ينفع بحضرتك، وفقكم الله. أهلا وسهلا، عفوا يا مرحبا، بركة. وكنت أعمل بالتربية والتعليم وما زلت أعمل بها أيضا، لدينا مدارس المدينة المنورة أسسها الإخوان المسلمون عام 1985، وهي من حوالي 70 مدرسة منتشرة في القطر، كلها مدارس أسسها الإخوان المسلمون والحمد لله رب العالمين، تسير على نهج التربية والتعليم العام، ولكننا نختلف في المناخ الذي يسود هذه المدارس من المناخ الإسلامي، السمت، التعامل مع المادة، انتقاء الجيد للمعلمين والمعلمات إلى آخره. أسكن في منطقة اسمها ميامي، جزء من سير بشر في اسكندرية، ولله عندي ولد وبنت. ولد أحمد مهندس، وابنة نهى وهي صيدلانية. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. وأخوكم محمد بن إسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله على هذه النعمة، نعمة أن جعلنا مسلمين، ونعمة أن جعلنا مؤمنين، ونعمة أن جعلنا نصطف في صف الإخوان المسلمين. ولولا هذا الاصطفاف في هذه الدعوة المباركة لكنا هملا من الهمل. لقد خلقت لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فالحمد لله على هذا الاصطفاء وعلى هذا الاهتمام. 60 عاما مرت على مصر منذ عام 1952، كانت 60 عاما عجافا سودا شدادا تحكم فيها الطواغيت، حتى أذن الله عز وجل أن يزاح عنا آخر هؤلاء الطواغيت ثم أن يستبدل بهم. وهذا كان فوق الأحلام، أن يأتي رجل من الإخوان المسلمين ليكون رئيس الجمهورية. هذا من فضل الله عز وجل ونعمة التي لا تعد ولا تحصى. ولو أنفقنا جميعا عمرنا كله سجودا لله شكرا ما استطعنا أن نوفي إلى ذلك سبيلا. الحمد لله على هذه النعمة، نعمة أن جعلنا من الإخوان. ونحن نذكر في هذا الصدد المؤسس الأول الإمام الشهيد حسن البنا رضي الله. هذا الرجل رجل بأمة، كما قال الله عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وكان يقول إن الرجل يستطيع أن يبتني أمة بأسرها إذا صحت بذلك رجولته. هذا الرجل كان في شرق الشباب 22 سنة 1928 حينما بدأ هذه الدعوة. كان يمكن أن يكون مثل غيره من المدرسين، يختلف بين المدرسة والبيت أو بين المسجد والمدرسة على أقصى تقدير، ولكنه بدأ من المقاهي، بدأ من الشوارع، بدأ يلتصق بالناس التصاقا شديدا. وهذا ما فيه من الدرس البليغ لنا،
أن لابد من الالتحام مع الناس، أن لابد من الالتصاق بهم، لأن الناس نحن لنا عند الناس حاجة، نحن أصحابها، نحن طلابها، فنحن لابد أيدينا إلى الناس لنبشرهم بهذه الدعوة وليفيء الله عليهم بما فاء الله علينا من هذه النعمة الكبرى. الإمام الشهيد أول ما ركز على الفرد المسلم، فكان من أوائل رسائله ولابد للأخ المسلم الذي يريد أن يلم بتاريخ وفهم وفقه الدعوة أن يتدارس الرسائل، رسائل الإمام الشهيد حسن البنا. من لم يقرأ الرسائل لا يعرف شيئا عن الإخوان المسلمين إطلاقا. من هذه الرسائل رسائل التعليم التي يقول في مطلعها أركان بيعتنا هذه 10 فاحفظوها: الفهم والإخلاص والعمل والتضحية والجهاد والتجرد والطاعة والثقة. 10 ركائز حينما نعمد إلى ركن منها ركيب وهو الفهم نرى كيف أن الأمة الآن تتخبط في دياجير الفهم الخاطئ، ذلك لأن وعد بينها وبين الفهم الصحيح للإسلام. هؤلاء الذين يخافون مثلا من أنه حينما يأتي المسلمون إلى سدة الحكم ستطبق الشريعة بفهمهم قطع الأيدي وقطع الرقاب، لكأن الإسلام شاهر سيفا وشاهر صوتا للضرب يمينا وشمالا، وليس هكذا. ولكن الشريعة كما نعلم الشريعة كلمة مشتقة من المشروع أو الشرع، وهو الطريق وهو منهج الله طريقه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. منهج الله عز وجل، هذا المنهج لابد له من فهم أصيل، نفهمه في ضوء الكتاب والسنة، نفهمه في ضوء مدارستنا لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين يعانون اليوم ما يعانون من شتى أنحاء المعمورة، سواء كانوا في أفريقيا أو في آسيا أو في أوروبا أو هنا في مصر، لا بد أن يفهموا أن هذا هو الطريق. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كل نبي كان لابد أن يكون له عدو، ابتداء من نوح عليه السلام 1000 سنة والأعداء يصمون أذانهم ويستغشون ثيابهم ويصرون ويستكبرون استكبارا ويعرض على ربه. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. نوح يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حينما بعث الأنبياء: ما متوسط عمر أمتك يا محمد؟ ولا بين 60 و70. ولا لو كان عمري هكذا لأخذت سدة واحدة لله عز وجل. عبودية 60 سنة بالنسبة ل1000 سنة تكون إيه؟ إذا نحن لابد أن نعبد أنفسنا ابتداء لله عز وجل، ولن ينظر الله إلينا ولن يرضى عنا ولن يمكننا لدينه على أيدينا في الأرض إلا إذا سلكنا طريق العبودية الحقة. العبودية بمعنى أنه ينبغي أن لا يرانا الله إلا حيث أمرنا، وأن يفتقدنا حيث نهانا، وأن نكثر من الاستغفار، وأن نكثر من الذكر، وأن نكثر من التعبد والتلاوة والفهم لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. حينما ننتقل إلى بند العمل مثلا، العمل له مسارات كثيرة: العمل في مجال الفرد، العمل في مجال الأسرة، العمل في مجال المجتمع، العمل في مجال بناء الدولة، ثم بناء الخلافة الإسلامية. حينما يأتي إلى الفرد يضع له مقومات 10. الفرد المسلم لابد أن يكون صحيح العبادة، سليم العقيدة، مثقف الفكر، قادرا على الكسب، نافعا لغيره، منظم في شؤونه، حريص على وقته، مجاهد لنفسه، قوي البدن ومتين الخلق. لو أنك
يعني وضعت ركائز لبناء الشخصية المسلمة لا تجدها تخرج عن هذه ال10 ركائز، بدءا بسلامة العقيدة. سلامة العقيدة تعلم أن الله هو وحده الضار والنافع، ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وبعدين يعلم أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسر. عاشت بلادنا مصر على سبيل المثال رضحا طويلا تحت الطاغوت الناصري، سيقنا إلى السجون سنة 54، ومن علق على المشانق علق ومن سجن سجن، وكله كان في التعذيب. ثم أعيدت الكرة مرة أخرى عام 65 تمخض عن استشهاد 3 شهيد سيد قطب ويوسف قواش وفتح إسماعيل غير الذين قتلوا أثناء التعذيب. وما مكث الإخوان في المعتقلات والسجون ما شاء الله لهم أن ينقذوا. وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة إن هذا البناء الذي حاول المجرم الطاغية عبد الناصر أن يهدمه هو قد أينع وهو قد ازدهر، ويمكن معظمكم لم تعيش ولا يزعل الأستاذ. ولو كان عبد الناصر موجودا الآن ويرى هذا الجزء من التمكين لدين الله في الأرض لكان انفجر مات إلى آخر ذلك. فيأبى الله إلا أن يتم نوره ويكره المجرمون. ولكن المؤمن ينظر إلى غالبه كما قال الشهيد سيد قطب، ينظر إلى غالبه من علن فوق استعلاء الإيمان، ويعلم أنها فترة وستنقضي، وأن للإيمان كرة لا بد منها، وهبها كانت القاضية فإنه لا يحني لها رأسا. كل الناس يموتون، أما هو يستشهد وغالبه يغادر هذه الأرض إلى النار، أما هو فيغادرها إلى الجنة. وشتان ستان وهو يسمع نداء ربه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم أهل القيام زكاة القيام والحمد الله يبارك الله الله يكرمك تشرف. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وسنضحك يوم القيامة على الأرائك، ومن يضحك أخيرا سيضحك كثيرا ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. من هنا هذه سلامة العقيدة يسميها المفكر الإسلامي الكريم مالك بن نبي رحمه الله من الجزائر، يسمي حضارة الإسلام بأنها حضارة اليوم الآخر. حضارة اليوم الآخر بمعنى أنه في ذهن الحاكم والمحكوم والمهندس والطبيب والطالب والحرفي والمهني اليوم الآخر. فإذا كان في ذهن اليوم الآخر فلا شيء إلا الإتقان، لأن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع. لا شيء للحاكم إلى العدل، لأن من مقتضى ذلك يقول عمر لو أن دابة بشط الفراق عثرت لخشيت أن يسأل الله بها عمر لما لم أسوي له طريق يسأله عن هذه الدابة. إذا حضارة اليوم الآخر. المرأة حتى وهي تطلب الطعام لابد أن يكون في ذهن اليوم الآخر، لأنها لابد أن تطعم زوجها من حلال، ولابد أن تعمل أو تعلم أنها في وقفتها قمة العبودية لله. إذا أدت المرأة فريضة ربها وأطاعت زوجها وحركت المغزل في يدها كناية عن التدبير المنزلي كانت كأنما تسبح لله، فتقول دي عبادة. تقول دي عبادة. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. العبادة بمفهومها الشامل وليس مفهومها الجزء. هذا المسلم سليم العقيدة لابد أن يكون صحيح العبادة. ندعو الله في إسر كل صلاة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبعدين متين الخلق،
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإنما هذه كما تعلمون باللغة العربية تفيد الحصر والقصر، كأن رسالته قصرت وحصرت في إتمام مكارم الأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم، إنكم لن تسعوا الناس بأفواهكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وأعظم الخلق في الإسلام الحياء. والحياء شطر الإيمان، نصف الإيمان حياء. ومن هنا يبقى سليم الخلق قوي البدن. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. بعدين ثقف. هناك فرق بين الثقافة والعلم. العلم أن تعرف كل شيء عن شيء. تتخصص مثلا في الطب، تعرف كل صغيرة وكبيرة، التخصصات دقيقة. هنا كريم متخصص في القلب، يبقى ده العلم. متخصص مثلا في الشريعة، في جانب الفقه، في جانب الحديث وصالح الحديث، في جانب التفسير، ده العلم. أما الثقافة فأن تعرف شيئا عن كل شيء، شيئا عن كل شيء. تعرف الجغرافيا وفي التاريخ وفي الأدب وفي اللغات وفي الآثار، وتعرف الاقتصاد وتعرف السياسة. لابد أن يكون المسلم مثقفا. الإمام الشهيد حسن البنا كان لديه من ضمن مكتبته مجموعة من مجلة المختار. مجلة المختار هذه كانت تصل في الأربعينات في مصر، وهي النسخة العربية من مجلة أمريكية اسمها ليدرز دايجست. فكان يحرص على قراءتها، كلها تجارب أمريكية. يسألونه لما تقرأ ذلك؟ قال لكي أعلم كيف يفكر الغرب، كيف يفكر الغرب. ومن تعلم لغة قوم أمن مكرم، مثقف الفكر، قادرا على الكسب. إن الله يحب العبد المؤمن المحترف. يقول عمر: إني أسأل الرجل عن مهنته فيقول لا مهنة لي فيسقط من نظري. صلى الله عليه وسلم قبل يده ضربت بكثرة الحمل، قال: هذه يد يحبها الله. بعدين هذا المسلم لابد أن يكون نافعا لغيره، ينفع غيره بالأسوة الحسنة، الكلمة الطيبة، ينفع غيره بالعلم، ينفع غيره بإسداء المعروف، إسداء الخير إلى آخر ذلك، نافعا لغيره. وبعدين حريصا على وقته. الوقت هو الحياة. الإنسان لابد ألا يبدل نفسه في غير طائل يعني. ولذلك من ضمن وصايا الإمام الشهيد العشرة هو: استمع أو طالع ولا تضع وقتك في غير فائدة. لابد إما أن تكون مستمعا أو طالعا قارئا. إنما المسلم ما عندوش وقت يضيعه. نرى بعض الناس الفارغين في المقاهي يلعبون النرد طاولة. وماذا تفعل؟ يقول لك أنا بضيع وقت. ضيع وقت، تقتل الوقت. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. دي نعمة من الله عز وجل. وبعدين مجاهد لنفسك، عليك نفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. مجاهدة النفس. يمر أحد الناس مع علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب يجد هذا الرجل كلما مر بشيء اشتهاه طعمه أو أكل منه أو اشتراه، فيقول له: لما اشتريتها؟ قال: اشتهيتها. قال: أهكذا أنت؟ كلما اشتهيت اشتريت؟ كلما تشتري؟ لا، النفس لابد أن تبطل. والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، كما قال البوصيري في بردته الشهيرة. إذن المسلم الحقيقة، هذا المسلم أيضا لابد أن يكون منظما في شؤونه. تنظيم الشؤون معسكر من هذه المعسكرات تربية كاملة. تنظيم الشؤون يخرج الإنسان من المألوف في عاداته إلى غير المألوف في الاندماج في مجموعة، تستيقظ في ميعاد، تطعم في ميعاد، تجلس هذه الجلسة في ميعاد، تتريض في ميعاد إلى آخره.
تتعود الإنسان أن يكون منظما. الحقيقة أن هذه الدعوة التي بدأها الإمام الشهيد بداها عبر مراحل، وما ينبغي. تفضل. الفرق بين العلم والفكرة. الفكرة والعلم، الفرق بين الفكرة والعلم. الفكر ولا الفكرة؟ ممكن تكون فكرة جزء من العلم. فكرة يعني افرض مثلا إنسان ما وبارع في جانب الهندسة، وبعدين عنا له في الهندسة الإنشائية، هندسة أنواع، هندسة ميكانيكية وكهرباء وإنشاء إلى آخره، عنا له أن يبتكر ابتكارا في هذا الجانب. بدأت فكرة ثم تحولت إلى ابتكار أو اختراع جديد ثم نشره فكرة، أو ربما تكون فكرة نظرية. يعني ليست حتما أن تكون فكرة عملية، ممكن أن تكون فكرة نظرية، يعني فكرة في كيف يبني مجموعة من الشباب، كيف يستطيع أن ينشئهم تنشئة صالحة. من أين يبدأ؟ أم أن هؤلاء الشباب يحبون الرياضة؟ من هنا نبدأ بالرياضة. يبقى كأن بداية المدخل الطبيعي لهم كانت فكرته، المدخل الطبيعي لهؤلاء الناس، مفتاح المدخل إلى آخره. إنسان مثلا مفتاح شخصيته أنه يدائم القراءة في الفلسفة مثلا، يبقى يقدر يجد إليه من باب الفلسفة. الفكرة جزء من العلم وجزء من الدعوة. الإمام الشهيد حدد لهذه الدعوة مراحل. المرحلة الأولى التعريف، المرحلة الثانية التكوين، المرحلة الثالثة التنفيذ. مرحلة التعريف هي المرحلة التي ننتشر بها بين الناس، نعرف الناس بهذه الدعوة، أهدافها، مراميها، أساليبها، إلى ما ندعو الناس إلى آخر ذلك. دي معرفة التعريف. تستخلص من هؤلاء الذين تدعوهم أناسا يحملون معك الفكرة، يحملون معك الدعوة، تكونهم تكوينا خاصا، تكوينا تعبديا، رياضيا، تكوينا شرعيا، تكوينا في الفهم، ثم ننطلق بعد ذلك في التنفيذ في مجال العمل البنائي. أيضا الإمام الشهيد يعني في هذه الدعوة حذر من أن تسبق أي مرحلة، لا ينبغي أن تسبق مرحلة التكوين التعريف. يعني إنسان مثلا لا يعرف من الإسلام إلا رسومه، إلا الفرائض، العبادات، هذا الإنسان لا يصلح بعد ذلك أن يحمل الدعوة. لابد أن يلم بالإسلام من جميع جوانبه، كل مشتملات الإسلام، عادة وقيادة ومنهية، طاعة فريضة. بعدين يبقى نبتدي نكون منه هذا الإنسان الذي يحمل الدعوة. أيضا الإمام الشهيد يحكي عنه خمسة. في عام 1941 كانت الحرب العالمية على أشدها، وكانت مصر معرضة للحرب العالمية الثانية، لأنه كان فيها الإنجليز، والإنجليز كانوا ضد الألمان، والألمان والطليان كانوا موجودين في الغرب هنا في ليبيا، فكنا معرضين ليل ونهار إلى الغارات الجوية. عشنا هذا، ومع الغارات الجوية ومع القصف أعلن ما يسمى بالأحكام العرفية. الأحكام العرفية من الإظلام، عدم اختيار الأماكن إلا بموافقة الحكومة إلى آخر ذلك. في ظل هذه الأحكام العرفية طلب السفير الإنجليزي من رئيس الحكومة في ذلك الوقت إبعاد المدرس حسن أحمد عبد الرحمن البنا من القاهرة إلى قنا نفيا. حسن البنا كان عنده سنة كم سنة؟ 35 سنة. ليه؟ رئيس الوزراء ما يعرفش حقيقة حسن البنا من هو. الإنجليز يعرفوه، هو ما يعرفش، لأن نحن نعرفه. ده أخطر رجل على الإمبراطورية البريطانية. خلاص أمر عسكري بنقل حسن البنا إلى قنا.
كان الكلام ده في مايو 41، يعني في بداية الإجازة الصيفية ونهاية الأعمال الدراسية. عرض الأستاذ البنا هذا الأمر على مكتب الإرشاد، أمر شورى، كله شورى، ما رأيكم ننفذ؟ فكان بالإجماع ألا تنفذ، ما تنفذ، ولو تطلب الأمر اعتقالك. خلاص. فبعث إلى رئيس الوزراء أني لن أنفذ هذا الأمر، مش هنفذ. تقدم رجل ليس من الإخوان، عضو في مجلس النواب، اللي دلوقتي بيسموه مجلس الشعب، مجلس النواب، تقدم بسؤال إلى وزير المعارف. وزارة التربية كانت تسمى وزارة المعارف. بسؤال إلى وزير المعارف، وكان محمد ياسين هيكل باشا: لماذا نقلتم حسن البنا إلى قنا؟ ووعد الرجل بأن يأتي بالإجابة في المرة الثانية. قال لأنه يترك عمله ويهمل في عمله بحجة الدعوة. قال لا، الراجل ده بقاله 13 عاما مدرسا، لم يأخذ أجازة إلا 3 أيام فقط في 13 سنة، ومشهود عنه بمقتضى التقارير أنه لا يتخلف عن الطابور الأول في المدرسة إطلاقا، وشهادته ما بين الامتياز وجيد جدا. أنا حققت باستجواب، أسقط في يد الحكومة، مش عندهم خبر. سمع بذلك الملك، شخصية ملك فاروق، وأرسل رئيس الديوان إلى المركز العام للإخوان المسلمين لكي يحتوي هذه المشكلة زمان. فجاء رئيس الديوان وقابل الأستاذ البنا: وإيه الموضوع؟ لا، الملك عنده خبر، وأصدر الملك أمرا ملكيا بإلغاء نقل حسن البنا إلى قنا وبقاؤه في مصر. ورغم ذلك الأستاذ البنا بعت شكر للملك وبعت شكر للأخ النائب ده، وقال سأنفذ النقل. ليه؟ هنا في وقفتين. الوقفة الأولى مع النفس التربوية، حتى لا تأخذ نفسه بها العجب أو التيه إن استطعنا أن نلوي عنق الحكومة أو ننتصر على الحكومة. لا، ننفذ النقل. وبعدين فرصة ربنا أعطاها لنا، ده صيف ويسيح في جنوب الوادي قنا وأسوان والصعيد، يعني لم يكونوا يدرون بحقيقة هذه. ده فرصة ربنا أعطاها لنا، ما نروحش ليه؟ وسافر فعلا إلى قنا ومكث هناك من مايو، لم يأتي إلا في 13 سبتمبر، 13 أيلول، يعني 4 شهور قضاها في نشر الدعوة. وكان يحضر هذه المحاضرات كما علمت بعد ذلك المطران قنا المسيحي، يحضر في هذه المحاضرات. وفي جلسة من الجلسات طلب أن ينفرد بالأستاذ البنا، فلما انفرد سأله الأستاذ البنا: أأنتم تبيحون الزنا؟ قال لا. أأنتم تبيحون الخمر؟ قال لا. أأنتم تستحيلون الربا؟ قال لا. قال هيا بنا نتفق على هذه القواسم المشتركة، وليذهب من يذهب إلى المسجد ومن يذهب إلى الكنيسة. قال أي وثيقة إصلاح أرجوك خذ توقيعي معك على بياض المطران. وكان حريصا على حضور كل دروس الأستاذ البنا رحمة الله عليه. عاد الأستاذ البنا من هذه الرحلة الطيبة، وكتب في أثناءها بقى رسالة بين الأمس واليوم، التي قال فيها: أيها الإخوان، لعل ساعات عصيبة تنتظرنا يحال فيها بيني وبينكم، فلا أستطيع أن أكتب إليكم ولا أن أتحدث معكم. إذا قيل لكم إلى ما تدعون فقولوا ندعو إلى الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والحكومة جزء منه، والحرية فريضة من فرائضه. فإذا قيل لكم هذه السياسة قولوا هذا هو الإسلام، ونحن لا نعرف هذه الأقسام. وبعدين كتب عن العقبات في طريقنا: سيقف جهل الشعب بحقيقة دعوتكم عقبة كائدان، كأنه يتحدث إلينا اليوم، لكي يمنع الشعب لا يعرف دعوة الإسلام.
وستقف كل الحكومات على السواء في وجه دعوتكم، فتعتقلون، تشردون، وتسجنون، وتفتش بيوتكم، وتصادر أموالكم، وتعطل مصالحكم. وقد يطول بكم أمد هذا الامتحان، ولكنكم حينئذ تكونون قد بدأتم تسلكون طريق أصحاب الدعوات، وترقبوا بعد ذلك ساعة النصر وما هي منكم ببعيد. الكلام ده قالوا سنة كام؟ 41، وتحقق هذا 48 و54 على يد المجرمين و65 على يد المجرمين برضه، ولكن في النهاية ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لقد فتنا الذين من قبلهم. امتحن الإخوة في العراق ويمتحن الإخوة في سوريا، هذا امتحان ابتلاء، لكن أقسم بالله أنه بعد هذا الابتلاء والتمحيص لابد أن يكون هناك إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. النصر أو الشهادة. يقول ابن تيمية: ما سيفعل بي أعدائي؟ إن قتلوني فهي شهادة، وإن نفوني فهي سياحة، وإن سجنوني فهي خلوة. عجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان هذا خيرا له، ولا يكون هذا إلا المؤمن. الحمد لله. من كان يظن أن دعوة الإخوان التي بدأت في الإسماعيلية، مدينة من مدن مصر، الآن تعبر المحيطات. جاءني أخ في الثمانينات وكنا نعقد درسا يسمى حديث الثلاثاء في الإسكندرية، جاءني أخ من الأرجنتين وقال: أنا من إخوان الأرجنتين في أقصى جنوب أمريكا الجنوبية. هكذا كما نرى الآن في أوروبا، في ألمانيا. زرت ألمانيا وزرت سويسرا، لقيت مراكز إسلامية كلها إخوان مسلمين الحمد لله بفضل الله عز وجل. يبقى نشوف إن في حزب إسلامي الآن موجود في لندن، وزرنا رئيس الحزب ده كان اسمه محمد بيتكوك، هو اسمه جورج بيتكوك، أسمى نفسه محمدا بيتكوك، يخطب وده الحزبان الرئيسيان المحافظين والعمال، لأنه عندهم أصوات عشان يقدروا يكسبوا. يوم من الأيام هذا الحزب الإسلامي إن شاء الله سيشكل الحكومة الإنجليزية إن شاء الله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: هل تفتح القسطنطينية أولا أم تفتح رومية؟ رومية نسبة إلى أوروبا. قال: تفتح القسطنطينية أولا ثم رومية. وقد فتحت رومية ليه؟ ما من بلد إلا فيها مركز زرت إيطاليا، نابولي وروما وجنوة. زرت روما سنة 88 وسألت الشيخ هناك مش مصري، فما عملوا؟ قال: أقيم الصلاة الجمعة وأغسل الموتى وأشهر إسلام الإيطاليين. كم من الإيطاليين يدخلون في دين الله يوميا؟ قال: بين 10 و20 يوميا يدخلون في دين الله من الإيطاليين. إذا غزا رومية ولم يرضوها. إذا الإسلام ينتشر والإسلام يزحف والإسلام يتحدث. بقي نحن أن نكون على هذا المستوى. لقد خلقت لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعم عليه. تحدثت معكم كثيرا وأريد أن أسمع منكم بعد أن سمعتم مني. أريد أن أسمع منكم بعض الاستفسارات أو بعض الخواطر. تفضلوا. ما أزعم أني أضفت إلى مسامعكم جديدا. الله يجزيك الخير. الله خيرا.
ولكن اللقاء بالمشاعر، اللقاء بالارتباط بالجماعة